مين هو سيدنا يوسف في الآثار والتاريخ؟ ومعقول كل الاكتشافات دي ومفيش أثر واحد يدل على وجوده؟ فكرة إن يكون في شخصيتين في التاريخ حياتهم فيها شبه من بعض وارد تحصل، لكن لما يكون التشابه في الشخصيات وفي مركزهم الاجتماعي وفي أهميتهم وسط الناس وكمان في أحداث قوية ومؤثرة تاريخيا حصلت وقت حياتهم، يبقى أكيد الموضوع مش مجرد تشابه عادي. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش السبسكرايب واللايك. واستكمالا لبحث الكاتب رامي نبيل سنعيدها سيرتها الأولى، وكمان كلام علماء أكدوا إن مصر هي بلد الأنبياء زي الدكتور مصطفى محمود بنص القرآن الكريم اللي مفيش فيه ذرة شك. سيدنا يوسف عاش في مصر وتولى فيها منصب عالي اللي هو عزيز مصر، وكمان كان موجود في فترة زمنية مهمة جدا اللي هي فترة المجاعة. وبرضه كلنا عارفين قصة سيدنا يوسف وإزاي إخواته رموه في البير وإزاي اتباع لعزيز مصر ودخوله السجن ظلم وخروجه منه بإذن الله بسبب تفسيره لرؤية الملك، الرؤية اللي كانت بتتكلم عن المجاعة. لحد كده الكلام تمام. تعالوا بقى نشوف القرآن بيقول ايه عن سيدنا يوسف او على لسان سيدنا يوسف. قال تعالى: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. في تفسير السعدي بيقول ان سيدنا يوسف بسبب العلم العظيم والملك اللي ربنا أعطاه إياه، فقال سيدنا يوسف مقرا بنعمة ربنا ربي قد آتيتني من الملك، لأنه كان على خزائن الأرض وتدبيرها وكان وزير كبير للملك. وعلمتني تأويل الأحاديث، وقال إن معناها تأويل الرؤية وغير ذلك من العلم، يعني وارد يكون في علوم تانية غير تفسير الرؤية. وقال تعالى على لسان سيدنا يوسف: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. والآية واضحة، آتيناه حكما وعلما. حكم لأنه كان بعد الملك مباشرة في مكانته. وفي تفسير الطبري قال إن المقصود بالحكم والعلم هو العقل والعلم قبل النبوة. وبعض المفسرين قالوا إن سيدنا يوسف لو شاء أن يجعل الملك نفسه تحت يده لفعل. وكان تفسير العلم إنه جعلناه نبيا وعالما ربانيا، يعني العلم اللي كان عنده كان علم رباني ملهم ليه من السماء. وخلينا فاكرين الجزئية دي كويس. طبعا محدش يقدر يأكد ان العلم ده كان علم تفسير الرؤية بس. وقال تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. ومفهوم التمكين هو زيادة القوة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، وسيدنا يوسف كان جامع بينهم كلهم. وقال تعالى على لسان سيدنا يوسف: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. والعليم هو الشخص الذي يعلم كل شيء، تسير العلم وعنده علم عميق وفائق في العلم. وكده معنى الآية بتدل إنه كان ملم بعلوم كتير لأنه عليم. ولما فسر سيدنا يوسف الرؤيا للملك قال تعالى على لسان الملك: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. والاستخلاص لنفسي معناه أجعله خالصا لنفسي ومختصا بي وبتصاريف أموري وأجعله من خاصتي وأهل مشورتي. معنى كده إن مكانته ما كانتش مكانة وزير عادي، ده كده ممكن نقول إنه كان بعد الملك في حكم البلاد. وقال تعالى على لسان سيدنا يوسف: قال اجعلني على خزائن الأرض. ده معناه إنه كان عنده معرفة تخليه يقدر يدير الموقف في التوقيت الصعب ده اللي كانت بتمر بيه البلاد كلها من جوع واحتياج، وكان عارف هو هيعمل إيه كويس. كل الآيات بتشير وتقول إن مكانة نبي الله يوسف في مصر كانت عظيمة، وإن العلم اللي كان عنده ما كانش تفسير الرؤية وبس، وإن ربنا أعطاه الحكم والعلم الرباني ومكنه في الأرض اللي هي أرض مصر، والتمكين كان شامل. تعالوا بقى نشوف الجانب التاني في التاريخ. هنلاقي شخصية المهندس والطبيب والحكيم والمعلم والأديب أمحتب أو أمنحتب. أمنحتب ظهر في العصر القديم وكان وزير الملك زوسر في الأسرة الثالثة، وكان كبير المهندسين والمعماريين للملك زوسر، ويعتبر أول مهندس معماري في التاريخ. طور العمارة المصرية جدا وظهرت براعته في بناء الهرم زوسر المدرج وفي بناءه للمعابد. أمنحتب ما كانش أول مهندس ومعماري بس، لا ده كمان كان مؤسس علم الطب وألف مخطوطات فيها أعراض الأمراض وطرق علاجها، واخترع العقاقير الطبية واستخرج الأدوية من النباتات، وعالج أمراض زي النقرس والتهاب المفاصل والزايدة الدودية وحتى علاج الكسور. وأسس مدرسة لتعليم الطب، وكان عبقري في مجالات تانية زي علم التشريح وعلم النجوم. ومن عبقريته البعض اعتبروه صانع الأعاجيب. أمنحتب تأثيره في المصريين استمر بعد وفاته بسنين طويلة لحد عصر الدولة الحديثة، لدرجة إن الإغريق بسبب مهارته في الطب ألهوه. وركزوا معايا في الجزء اللي جاي ده كويس. الإغريق ألهوا أمنحتب، لكن المصريين ما اعتبروهوش إله، بس طبعا احترموه وبجلوه تقديرا لجهوده واعتبروه راعي الكتبة، وأي كاتب كان بيسكب شوية من الحبر اللي هيكتب بيه تكريما لأمنحتب قبل ما يبدأ الكتابة في مشروعه العلمي أو الأدبي. بالإضافة بقى لنقطة تانية مهمة ودي اللي عايزاكم تركزوا فيها. القدماء المصريين كانوا مؤمنين وعندهم اعتقاد إن أي علوم أو معارف بتوصل ليهم خصوصا من الفلك أو الحساب أو الطب كانت بتوصل ليهم عن طريق تحوت، وتحوت كان بالنسبة ليهم هو اللي بينقل الرسائل من الإله في السماء للبشر على الأرض. يعني تحوت كان هو رسول السماء.
واحنا عارفين مين اللي بيقوم بالمهمة دي عندنا في الديانات السماوية. القدماء المصريين كانوا بيعتبروا أمنحتب وسيط بين البشر والإله، وإن العلوم كانت بتوصل له عن طريق تحوت. فاكرين الجزء اللي قلت لكم افتكروه كويس؟ زي ما سيدنا يوسف كان علمه علم رباني، القدماء المصريين كانوا بيعتبروا ان العلم اللي موجود عند أمنحوتب من عند إله السماء، والناس كانت مؤمنة ان هو يقدر يساعدهم في حل الصعوبات اللي بتقابلهم في حياتهم اليومية. مش كده وبس، شوفوا كمان اللي جاي. كان في بحث عمله الدكتور والباحث الأثري المصري خليل مسيح. قال في البحث ده ان أمنحتب اشتهر بانه كان ليه كرامات في شفاء المرضى وحفظ الناس من الحوادث، وكمان إعطاء أطفال لمن لا تحمل، يعني علاج العقم، وإن المرضى كانوا بيناموا في معبده وقت طويل، وإن الكثير منهم كان بيتم شفائهم فعلا، وثبت فعلا تاريخيا إنه كان طبيب مشهور، وإن المرضى كانوا بيجوا ليه من كل مكان بسبب براعته. وكلنا طبعا عارفين إن الأنبياء هم اللي كان بيبقى ليهم معجزات أو كرامات. نيجي بقى لمركزه كرجل دولة. كان بيشغل أكتر من وظيفة في البلاط الملكي، وكان ليه ألقاب ووظائف كتير، يعني مثلا لقب حافظ أختام ملك مصر، ولقب وزير ملك مصر السفلى، والذي تحت رأس ملك مصر العليا، وكان وظيفته رئيس البلاط الملكي، ولقب من العائلة الملكة، وده كان أعلى لقب لأنه معناه ولي العهد، ولقب حاكم المبنى الكبير ووظيفته نظر الأملاك، ولقب الذي يرى الكبار ووظيفته الرئيس الأعلى لعمليات البناء والبعثات. من خلال العلم اللي عنده وألقابه ووظائفه في الدولة بقى واضح جدا إنه ما كانش مجرد شخصية عادية، والأغرب إنه أخذ لقب ولي العهد وهو كان من عامة الشعب، وفي العادي ده مستحيل يحصل. الوزير ده كده كان حاكم فعلي مش مجرد ألقاب. أنا عايزة أقول لكم كمان إن في عهد الملك زوسر حصل أول تعديل دستوري، والتعديل كان التنازل عن بعض صلاحيات الحاكم لرئيس البلاط الملكي والكاهن الأعظم، والوظائف دي كان بيشغلها أمنحتب. نيجي بقى دلوقتي معاكم لأهم حدث تاريخي حصل في حياتهم الاتنين، النبي الله يوسف عليه السلام وأمنحتب، وهي المجاعة اللي حصلت في زمن سيدنا يوسف. المجاعة بنص القرآن حصلت أحداثها في مصر في لوحة اسمها لوحة المجاعة. اللوحة دي موجودة في جزيرة سهيل في أسوان. العالم اللي فحص اللوحة وترجم الكلام اللي عليها عالم فرنسي اسمه بول بورجيه، والكلام ده كانت سنة 1953. اللوحة دي بقى بتقول إيه؟ اللوحة بتتكلم عن مجاعة حصلت لمدة 7 سنين في عهد الملك زوسر، وبتوصف قد إيه الملك كان قلقان بسبب حالة الجفاف اللي وقعت فيها مصر، وإن النيل ما كانش بيفيض لمدة 7 سنين. اللوحة ما اتكتبتش في زمن أو عصر الملك زوسر، اللوحة اتسجلت في عصر بطليموس الثاني سنة 332 قبل الميلاد. القصة اللي على اللوحة بتشبه بشكل كبير المجاعة اللي حصلت زمن سيدنا يوسف، وكان في التوقيت ده وزير الملك زوسر هو أمنحتب. العجيب بقى ان اللوحة اتوجدت مكسورة وعن عمد، واتقال ان كان في محاولة لسرقتها علشان يخفوا المرحلة دي في تاريخ مصر، لكن علشان حجر البازلت صلب وصعب كسره او رفعه من مكانه فشلت خطتهم. بس تفتكروا ليه كانوا عايزين يخفوا المرحلة دي في التاريخ المصري؟ السبب المنطقي ان اخفاء اي شيء يثبت صدق القرآن الكريم في مصلحتهم، علشان يقدروا يستمروا في نشرهم ودعوتهم للإلحاد بحجة ان القرآن مجرد اساطير مكتوبة. لكن لو الآيات القرآنية صدقت عليها الاكتشافات الأثرية والتاريخ، يبقى كده خطتهم في نشر الإلحاد فشلت من جذورها. وعلى نفس لوحة المجاعة بيشار للملك زوسر بلقب الملك، نفس اللي جه في النص القرآني. وفي المجموعة الجنائزية للملك زوسر موجود صومعة لحفظ الغلال. ودلوقتي وصلنا معاكم للنقطة الأخيرة وهي مقبرته. أقدم مقبرة لقوها مكتوب عليها اسم أمنحتب كانت في جبانة في الأقصر، ويقال إنه صاحب المقبرة اسمه أمنحتب، وكان وظيفته نائب حامل أختام الملك تحتمس الثالث. الباحثين اللي بحثوا في المقبرة دي أكدوا إن المقبرة دي استخدمت أكتر من مرة قبل كده، ولكن الغريب في المقبرة إنهم لقوا فيها بير عمقه 18 متر. تفتكروا ممكن يكون أول واحد اتدفن في المقبرة دي هو أمنحتب علشان كده اسمه عليها؟ ووارد كمان يكون هو ده البير اللي إخواته رموا فيه، لأن مش منطقي إنه يكون في بير في مقبرة. وأحب أقول لكم كمان إن أمنحتب أو أمنحتب ما كانش اسمه، ده كان لقبه ومعناه الذي جاء في سلام. وأمنحتب زي ما كانت حياته فيها غموض من ناحية إزاي ظهر في مصر أو جه منين، ومفيش أي شيء مذكور عن حياته الشخصية، هو كمان اختفى بشكل غامض وغريب. فجأة ما بقاش في أي شيء بيتذكر عنه وكأنه ما كانش موجود. تفتكروا بعد كل التشابهات دي الشخصيتين مش هم شخصية واحدة؟ قبل ما تخرجوا من الفيديو ما تنسوش السبسكرايب واللايك والشير جدعنا منكم.